قصتنا بتبتدي يا صديقي سنة 1997 لما شلة شباب أجانب قرروا يعملوا رحلة سفاري حوالين الأهرامات بالليل. المرشد بتاعهم قال لهم بصوا بقى، بعد منتصف الليل مفيش حد بيقرب من الأهرامات لأن الأهرامات لها حراسة. بس كالعادة ما اهتموش لكلامه والفضول غلبهم. واحد فيهم كان ماسك كاميرا قديمة وقرر يصور وهم ماشيين ناحية الهرم الأكبر. فجأة الكاميرا جابت ظل طويل بيتحرك فوق الحجارة، لكن لما بصوا مفيش أي حد قدامهم. المرشد اتوتر وقال لهم بصوا بقى، ارجعوا فورا، المكان ده مش ليكم. بعد شوية سمعوا أصوات ناس بتتكلم لغة غريبة زي الهيروغليفية كده، كأن في حد بيصلي جوه الهرم. الأرض نفسها بدأت تهتز تحت رجليهم، كأنها بتقول لهم ابتعدوا من هنا. اللحظة المرعبة ابتدت لما شاب من الشباب اللي كان معاه الكاميرا صرخ وقال لهم أنا شايف كائن فرعوني واقف قدام المدخل ومرعب تماما. لكن الشباب ما اهتموش لكلامه وقرروا انهم يرجعوا للفندق. ولما رجعوا للفندق شغلوا الكاميرا، المشهد كان كله مشوش الا صوت واحد واضح كان بالانجليزي، وكان الصوت ده بيقول leave this is not for the living، يعني ابتعدوا من هنا، هذا المكان ليس للأحياء. وبس كده يا صديقي، قصتنا انتهت النهارده. لو عجبتك قصة النهارده يا صديقي حط لنا لايك واشتراك واستنى فيديو جديد. سلام.